عمرك دخلت لعبة من غير ما تعرف وكمان من غير ما حد يستأذنك؟ الحاجة الغريبة بجد في الموضوع ده ان حضرتك كمان كنت محور اللعبة دي. اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة احتراف المبيعات من زاوية التأثير في اتخاذ القرارات، الجزء الثاني. خلوني بس الاول افكركم بهدف سلسلة الفيديوهات دي، واول ما هتخلص الفيديوهات ايا كان مستواك ايه اكيد هتستفيد، واكيد كمان مستواك هيتطور حتى لو بتبدأ او حتى لو مستواك متوسط او عالي في مجال المبيعات. وخلوني كمان افكركم سريعا بموضوع الحلقة اللي فاتت واللي كان فيها تعريف للست مهارات الأساسية لاحتراف المبيعات، وشرحنا فيها أول مهارة وكانت مهارة التواصل، وكمان رشحت لكم كتاب لتنمية المهارة دي وإتقانها. ولو لسه ما شفتش الحلقة هسيب لك اللينك بتاعها في أول تعليق. ويلا بينا نبدأ في تاني مهارة، وهي مهارة التواصل والتأثير في اتخاذ القرارات. ما سألتش نفسك هو ايه اللي بيخليك تروح تشتري من سوبر ماركت معين، او تشتري لبس من مكان محدد، او تروح تاكل في مطعم معين؟ يعني انت بقيت متعود وبين قوسين كده مستريح انك تشتري حاجات معينة من اماكن محددة، وطبعا بيحصل لما تكون جربت اماكن مختلفة واستريحت في الاختيار بتاعك. وعلى فكرة الاختيار ده مش بالضرورة انه يكون الاختيار الامثل او الاقل سعرا، بس من وجهة نظرك ده الاختيار الاقل تكلفة بالنسبه لك. وطبعا انت فاهم كويس قوي الفرق بين السعر والتكلفه. خليني اصدمك بقى، انا وانت بيتلعب بينا كل يوم. طيب بالراحه كده وتعالوا نفهم ايه اللي بيحصل فينا. ببساطه انت كنت بتدور على حاجه وفي حد وفرها لك، بس عمل شويه حاجات جنب بعض بيسموها نقاط البيع المتفرده، USP Unique Selling Point، عشان تريحك وتبسطك. ومش مهم هنا السعر دلوقتي خالص، لان طبيعه الانسان دلوقتي بتخليه ياخد قراراته بناء على الطريق الاقل مقاومه، يعني الاقل تكلفه في الوقت والمجهود واعتبارات تانية هو اللي بيحطها، مش الأقل سعرا بس. ونقاط البيع المتفردة دي مش ثابتة وبتختلف من شخص لشخص، واللي شاف ليا فيديوهات سابقة أكيد عرف سر من أسرار البيع والشراء، وإنه مبني على العاطفة. من أهم الحاجات اللي هتفرق معاك في فهمك لطريقة الإنسان في اتخاذ قراراته هو فهمك لاحتياجاته. تخيل معايا كده محتاج تروح تشتري كل طلبات البيت المختلفة ومعاك عيلتك، أنت غالبا محتاج تروح لسوبر ماركت كبير، وغالبا ممكن يكون في مول. طبعا في شوية حاجات كوابيس هتيجي في دماغك مش مهم دلوقتي، وفي كمان حاجات كويسة هتبدأ تفتكرها. كل الحاجات دي مع بعض هتخليك تاخد قرار تروح فين. كونك هتروح تشتري كل حاجة من مكان واحد ده ليه قيمة عندك، وكمان بعد المسافة وسهولة الوصول ليه، وانك تلاقي مكان كويس تركن فيه العربية، وحفظك لترتيب واماكن المنتجات وترتيبها بطريقة منطقية تريحك وتخليك تنجز، وانك في النهاية تحاسب وتمشي على طول من غير ما تقف في طوابير طويلة. اللعبة دي مبنية على تحليل سلوك المستهلك وفهم الفوائد اللي بيدور عليها، اللي غالبا هتأثر على قراراته وهتخليه يروح يشتري المنتج او الخدمة او الحل من المكان ده حتى لو اغلى. طبعا انت اكيد متضايق دلوقتي علشان عرفت واتأكدت انك كنت جزء من لعبة من غير ما تعرف. تعالوا بقى نطلع من اللعبة دي ونعمل احنا لعبة المبيعات بتاعتنا، وهقول لك كمان ازاي تشغلها. بس شطارتك بقى انك تعرف تفصلها على مقاس العميل. اللعبة دي بتتكون من 3 اجزاء اساسية تقدر تتحكم فيها، وفي جزء رابع كده مش هتكلم فيه دلوقتي ومش هتعرف تتحكم فيه، ولكن ممكن نستفيد منه كويس جدا. خليني بقى اسالك سؤال، انت تعرف كود الثقه بتاعك؟ الجزء الاول في لعبه المبيعات هو انت. يهمني قوي في البدايه انك تعرف كود الثقه بتاعك. احنا هنا بنتكلم عن مهارات ال6 الاساسيه لاحتراف المبيعات، واللي شرحتهم في الفيديو السابق، وهتكلم عن كل واحده في الفيديوهات اللي جايه، وقدرتك على تحويل خصائص وتفاصيل المنتج بتاعك الى فوائد. وده معيار من المعايير بتاعه كود الثقه الخاص بيك كشخص في منظومه المبيعات. استخدامك بقى للمهارات دي، سلوكك وتأثيرك وخبرتك هو اللي هيميزك كشخص. طلع بقى الدكتور اللي جواك وتعالى لي عشان محتاجينه في الجزء تاني في لعبة المبيعات، وهنتكلم عن العميل. بس اسأل نفسك 3 أسئلة بصراحة، علشان اللعبة دي مش هتشتغل من غير ما تكون عارف إجابتهم. قادر تفهم مشكلة العميل؟ طب قادر تحلها؟ وبلاش تفترض في التوقيت ده خالص عشان ده مش وقت افتراضات. طيب قادر تفهم مفاتيح شخصية العميل عشان تعرف ازاي تتعامل معاه؟ الأسئلة دي رغم بساطتها لكنها بتحتاج منك مجهود كبير ودراسة وتعمق. والجزء الثالث اللي ممكن يقلب الموازين في لعبة المبيعات هو المنتج أو الخدمة، وخلينا نسميها بعد كده حل المشكلة اللي العميل بيدور عليه. انت هنا برضو عليك عامل كبير قوي، لازم تبقى فاهم كل تفصيلة في الحل اللي انت بتقدمه. وهقول لك على تركاية معظم البياعين مش عارفينها. كتير من العملاء بيحاولوا يختبروا مستوى معلوماتك علشان يعلم عليك، وممكن كمان ياخد قرار انه ما يكملش معاك البيعة لو ما نجحتش في الاختبار ده، وممكن برضو ياخد قرار انه يكمل البيعة معاك لو
وتأكد ان هو في ايدي امينة. بس علشان اأكد ليك انك بتتعامل مع اعقد آلة ربنا خلقها، ممكن كمان تلاقي العميل مش عايز يكمل معاك البيع علشان انت اعلى منه في المعلومات. وهنا لازم تمسك العصاية من النص وتعرف ازاي توازن ما بين انه يشوف ان عندك خبرة وما بين انه يفضل برضه بهيبته. الغلطة بقى اللي بيقع فيها معظم البياعين ان هم ما بيكونوش عارفين ازاي يجمعوا الثلاث اجزاء بتوع اللعبة دي مع بعض. وعلشان نبسطها لازم نستنتج مع بعض علاقة كل اتنين لوحدهم الاول. علاقة العميل بالمنتج او حل المشكلة مبنية على الاحتياج، وعلاقة حضرتك بالعميل بتكون مبنية على الثقة، وعلاقة حضرتك بحل المشكلة بيكون مبني على المعرفة. يعني المفروض يكونوا بالشكل ده. إذن في 3 كلمات ظهروا من العلاقة المتداخلة ما بين الاحتياج والثقة والمعرفة، ودول مفاتيح السعادة لأي حد بيشتغل في مجال المبيعات. سامعك وعارف انت بتفكر في ايه. انت دلوقتي بتسأل أهم سؤال: ليه العميل ده يشتري منك انت الحل ده؟ وعشان تعرف تلعب وتنبسط وتكسب البيع، وعشان العميل كمان يكون مبسوط، لازم العلاقة ما بينكم تكون مبنية على المكسب للجميع. لازم نفهم نتيجة التقاء ال3 أجزاء دول مع بعض هيطلع منه ايه، وتقدر تستفيد بيه ازاي. وهنا بيظهر اهم مصطلح في البيع وهو اليونيك سيلينج ادفانتجز، يعني اليو اس اي او مزايا البيع الفريده. مشكله من المشاكل اللي وقعت فيها وشفت كمان غيري بيقع فيها في المبيعات، اني طالما تعبت في البيع وعملت كل اللي عليا يبقى لازم اكسب البيعه دي، بغض النظر عن وجود منافس او وجود حاجات تاثر على البيعه. هقول لك اهو، ما هو ده الجزء الرابع في لعبه المبيعات اللي كنت بكلمك عليه من شويه، وده هتكلم عنه في فيديو لوحده. يعني مثلا هنتكلم ونعرف ونحلل الراجل اللي هزم امبراطوريه ماكدونالدز، وازاي كمان ممكن تضاعف ارباحك بسبب وجود المنافس زي ما حصل ما بين بيبسي وكوكا كولا. هتشوف كمان تحالفات علنيه بين منافسين زودت مبيعاتهم هما الاثنين. كل اللي اقدر اقوله لك ان اللعب مع المنافس ليه متعه مختلفه، وتقدر تستفيد كمان من المنافس من غير ما يعرف طبعا، وممكن تعمل هامش ربح عالي، وممكن تخلي العميل يرتبط بيك وبالحل بتاعك بشكل اكبر. بس الحاجات دي ليها شروط وضوابط طبعا عشان التعميم غلط، ولازم طبعا في الاخر تكون مقتنع انك مش هتكسب على طول. مشكله بقى بيقع فيها امهر البياعين وبتخسرهم كتير، وما بيكونوش عارفين يظبطوا لعبه المبيعات على اي مود. بس عشان الموضوع ما يوسعش مننا هنختار اهم 3 في الفيديو ده. اظبط على مود البيع التقليدي ولا البيع الاستشاري؟ باختصار، واحد رايح للعميل بطريقه تقليديه وحافظ سكريبت، والتاني مستشار بيسمع يحلل ويفصل الحلول. اي عميل بيحب يشتري الحلول المتفصله عليه، عشان كده بيحب قوي انك تسمعه وتعيش معاه التجربه اللي هو عايزك تسمعها. ولازم تبدي اهتمامك بشويه تفاصيل وتسال عشان العميل يتاكد تماما انك مركز معاه وهتعرف تساعده. خليك فاكر ان البيع الاستشاري مبني على صناعه الاطمئنان. طيب اظبط مود البيع بطريقه الصيد ولا بطريقه الزراعه؟ باختصار، واحد ناصب شبكه وبيراقب ومنتظر العميل وهمه ازاي يجيب ارقامه، والتاني تعب نفسه وبيحضر لشغلانته من وقت طويل جدا وهمه يبني علاقه طويله مع العملاء وشايف ان ده راس ماله. هنا لازم نقول ان ده بيرجع لطبيعه المنتج والحل اللي انت بتبيعه، وطبيعه السوق، وطبيعتك انت كمان شخصيا، وطبيعه العميل كمان. بس القاعده العامه الى حد ما ان غالبيه الشركات بتشتغل بالطريقتين بنسب مختلفه، بس بتكون اميل انها تبيع بطريقه الزراعه اكتر من طريقه البيع بالاصطياد. طيب برضو اظبط المود على البيع بالطول ولا البيع بالعرض؟ وعشان تفهم الطريقتين دول، افتكر لما كنت بتعمل اوردر لساندوتش برجر في التليفون، اول ما حد بيرد عليك بيسالك عايز ساندوتش ولا عايز كومبو، وهنا الراجل بيحاول يقنعك انك تاخد الكومبو اللي هو بيبقى اغلى، وده اسمه الكروس سيل. يعني الراجل باع ليك منتج تاني جنب المنتج الاساسي اللي انت كنت عايز تشتريه، وبعدين تلاقي الراجل بيسالك تاني طب عايز طلبك وسط ولا كبير؟ فانت تطلع للكبير، وده اسمه الاب سيل. يعني الراجل باع ليك منتج اكبر من نفس نوع المنتج اللي انت اشتريته في الاول، وبعدين يرجع يسالك تاني اذا عايز ايس كريم او عايز اي حاجه علشان تحلي، وده بيرجعك تاني لفكره الكروس سيل، ان ياخدك في منتج تاني. خد بالك بقى انه في المبيعات الصغيره ينفع تعمل كروس سيل واب سيل مع بعض وممكن تكسب اكتر، بس في المبيعات الكبيره اللي بيسموها هاي تيكت سيلز يا ريت تاخد نفس وتحاول تبيع حاجه واحده في الاول لحد ما تتاكد ان العميل خلاص اشترى الفكره 100%. هنا لازم تبدا دماغك تشتغل وتحلل، هو العميل ده في التوقيت ده ينفع ليه حاجه تانية ولا اكبر الحاجه اللي اشتراها؟ ولو عملت كده البيعه تكمل ولا تبوظ؟ هنا خبرتك
خبرتك وفهمك لشخصية العميل وكل الظروف المحيطة بالبيعة دي هي اللي هتخليك تاخد القرار المظبوط. رغم بساطة لعبة المبيعات دي ومعرفة أطرافها وإيه اللي بيحرك كل واحد فيهم، إلا إنها من أعقد الألعاب علشان فيها العنصر البشري. عشان قلت لك أعقد آلة ربنا خلقها وأشبه بالسباق ملوش نهاية. عشان كده مش كل الشركات بتنجح. يعني في دراسة بتقول لك إنه أكتر من 90% من الشركات الناشئة ما بتكملش بسبب عدم قدرتها على تحقيق مبيعات تخليها تعرف تكمل في السوق. ولو عايزين تتعمقوا أكتر في المبيعات تابعوني علشان هشرح باقي التفاصيل بس من زاوية جديدة. فقرة الكتاب، والنهاردة معانا 3 كتب: Start with Why, The Ultimate Sales Machine, Sales Hunting. والكتب دي هتشرح لك بشكل مفصل ازاي تستخدم التاكتكس بتاعت السيلز وليه الناس اصلا بتشتري، وهيقول لك على كل تفاصيل بقى الكروس سيل والاب سيل وكل الحاجات اللي اتكلمنا عليها. ما تنساش في التعليقات بقى تكتب ايه اكتر حاجه سمعتها وعلقت معاك او عجبتك، او تكتب لينا ايه الحاجات اللي نفسك نتكلم عنها في الفيديوهات اللي جايه، واكيد هعمل لكم عنها حلقه منفصله. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو اللي جاي.